طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وصول سفينة عسكرية روسية ميناء مصوع. مدرسة ورسايكالو تقيم نشاطها التعليمي. أنشطة نفيرين تنموي واسع في عرزة. الصين تلقي الرسوم الجمركية العقابية على النبيذ الأسترالي. عقوبات أمريكية وكوريا الجنوبية على برامج تسليح كوريا الشمالية. مليار وجبة يوميا أهدرت في العام 2022 في مأساة إنسانية عبر العالم. من العناوين إلى التفاصيل. واصلت ميناء مصوع قبل ظهر اليوم 28 من مارس سفينة مارشال شيبويكوف العسكرية الروسية في زيارة تستغرق 5 أيام. تأتي زيارة السفينة العسكرية الروسية إلى البلاد بالبرنامج المنظم بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الإريترية الروسية، وتعكس العلاقات الدافئة المتطورة بين البلدين. وجرى استقبال حافل للسفينة بالقوارب السريعة للقوات البحرية الإريترية بحضور كبار المسؤولين في الحكومة وقادة قوات الدفاع وسفير روسيا في إريتريا سيد إيغور موزوغو. وتفقد كبار المسؤولين وقادة قوات الدفاع الإريترية السفينة وقدم لهم شرحا حول الزيارة وتاريخها. سفينة مارشال شابوشونكوف تضم أسلحة متطورة ونظام رادار وحوالي 400 طاقم، ويبلغ طولها 163 مترا وعرضها 19.2 متر. وكانت سفينة تابعة للقوات البحرية الهندية قد زارت مصوع في الفترة القريبة الماضية. شارك وفد إريتريا برئاسة رئيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخاتسفا ميكائيل في الدورة 68 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة التي عقدت في الفترة من 11 إلى 22 من مارس في مدينة نيويورك. وناقش الوفد الإريتري في الاجتماع المنعقد تحت شعار تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات الاقتصادية والتمويل. ناقش استراتيجية حكومة وشعب إريتريا في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القطاعات، فضلا عن جهودها لضمان المشاركة العادلة للمواطنين، وكذا على إحراز تقدم مثالي في الحد من وفيات الأمهات والأطفال والقضاء على ختان الإناث. وأوضح الوفد الإريتري أن إنتاجية المرأة مهمة باعتبارها دورا حاسما وليس كخيار، لكونها تلعب دورا هاما في بناء النمو الاقتصادي والسلام والوئام الوطني، مشيرا إلى إنجاز قدر كبير من العمل في تنسيق الخدمات الاجتماعية للمناطق النائية لضمان العدالة الاجتماعية والوصول العادل للموارد البلاد والمشاركة المتساوية للمرأة في كافة المجالات. وشارك الوفد أيضا في العديد من المناقشات على المستوى الوزاري ومنتديات تبادل التجارب حول تخصيص الموارد وضمان تكافؤ الفرص في التعليم والصحة والتوظيف ودفع الأجور وملكية الأراضي والحقوق الزوجية والقوانين التي تحكم واجبات وحقوق المواطنين الإريتريين. وأكد استعداده على العمل بالشراكة مع جميع البلدان والمنظمات العاملة في مجال تنمية المرأة والتي تناضل من أجل ضمان السلام والأمن للنساء والأطفال في المنطقة. حضر اللقاء والاجتماعات مسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تعبة كندية والسفيرة الدائمة لإريتريا لدى الأمم المتحدة السفيرة صوفيا تسفى مريم وأعضاء البعثة. في هذه الأثناء عقد السفير الإريتري لدى جمهورية جنوب السودان السيد يوهانس ميكائيل سيمينارا للإريتريين المقيمين في أويل يوم 17 و18 من مارس، وقدم شرحا مفصلا لأهداف وفلسفة منظمة شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والقضايا الأخرى ذات الاهتمام وخطة عمل الجبهة في الخارج لعام 2024.
كما أجرى السفير يوهانس محادثات مثمرة مع والي منطقة بحر الغزال لحل المشاكل التي يواجهها. قيمت مدرسة ورساي كالو التي تستقبل الطلاب المكملين الصف 11 من كافة أرجاء البلاد وتقديم الدراسة للصف 12 قيمت العملية التعليمية للعام الدراسي 2023-2024. وقال مدير المدرسة الأستاذ رسوم قبره هوات في الاجتماع التقييمي الذي انعقد يومي 26 و27 من مارس أن بناء الوطن يعتمد على في بناء المواطن، وهذه القضية باعتبارها واجبا وطنيا تتطلب تضافر جهود المدرسة وأولياء الأمور والمعلم والجهات الأخرى. وقدمت في الاجتماع تقارير وحدات الشؤون الأكاديمية والثقافية والرياضية والصحة وتنمية القدرات البشرية والبحوث والدعم التعليمي في مساكن الطلاب وغيرها من المواضيع. وأوصى الاجتماع على تلبية متطلبات المدرسة تماشيا مع جدول الأكاديمي وتحسين مباني المعلمين وتقوية مدارس الإقليم وجهودها لتخريج طلاب أكفاء والتعرف على مواقف معوقات التعليم وإيجاد الحلول لها، والاهتمام بالمدارس التي بها نسب نجاح ضئيلة ومشاركة قليلة للطالبات وإرساء مكتبة رقمية بكتب كافية ومنح الأولوية لمدرسة ورساي كالوف توظيف معلمين أكفاء. استقبلت مدرسة ورساي كالوف في سوا هذا العام الدراسي طلاب من 108 مدرسة ثانوية 49.9 منهن طالبات. وأفاد مراسلي الرنا بأن طلاب الصف 12 أنهوا تعليمهم وامتحاناتهم الشهادة الوطنية ويقومون ببرامج الخدمة الوطنية المتبقية. يقوم سكان 15 ضاحية في مديرية عرزة بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق الترابية. وجرى في العمل الذي استمر لشهرين بإشراف الخبراء صيانة 92 كيلومتر من الطرق الفرعية وبناء حواجز ومدرجات وتمهيد أرض في مساحة أكثر من 298 هكتارا. وذكر منسق أنشطة حماية التربة وحفظ المياه سيد ملاك في الساهية وجود خطة لبناء مدرجات حوضية في مساحة 800 هكتار وحواجز مائية في مساحة 800 هكتار في المديرية بموجب برنامج عمل إدارة الإقليم الجنوبي. وأكد المشاركون على الاستعداد للدفع بالبرامج الموضوع لكونهم المستفيدين الأول منها. ودعا المدير التنفيذي في إدارة مديرية عرزة سيد منقس زميكي إلى السكان لمواصلة قوية لأنشطة النفير لفوائدها الظاهرة على الأرض. تقع مديرية عرزة التي يقطنها حوالي 83 ألف نسمة على بعد 42 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة منرفرة. كرم سكان ضواحي ماي حبار والعتين ودنقل في مديرية قنداع أفراد قوات الدفاع العاملين في برامج التنمية وأعضاء شركات الإنشاءات. وفي حفل الغداء الذي نظم في ضاحية ماي حبار قدم مدير شركة ساوالي بالبناء والتنمية الرائد حي تسفى السلاسي والمشرفون على العمل بالتكريم التشجيعي الذي يساهم في إنفاذ أنشطتهم بنجاح وفعالية. كما نظم سكان العتين حفل غداء لأفراد قوات الدفاع وأعضاء شركة سجن للإنشاءات العاملين في الضاحية. ودنقل لأعضاء شركة أسبيكو العاملين في صيانة الطريق الرئيسي أسمر مصوع. وقال مدير مديرية قنداع سيد عمر يحيى أن التشجيع والتكريم الذي يقوم به الشعب يعكس الاعتزاز والفخر بقواته. شهدت حفلات الغداء مناشط فنية. قام مكتب وزارة الزراعة في إقليم القاشبركة بتنظيم حملة التطعيم المواشي في مديرية لقو عنسبة وفحوصات مرض الإجهاض على الأبقار. وأوضح مسؤول وحدة البيطرة السيد سامي الكفلتين تطعيم 10,000 من الأبقار و2000 من الكلاب وإجراء الفحوصات على 600 رأس من الأبقار من مرض الإجهاض والسل. وذكر مدراء الضواحي وأصحاب المواشي زوال القلق من الأمراض المعدية لمجيء التطعيم في وقته. من جانبه دعا مسؤول الثروة الحيوانية في مديرية لنقو عنسبة السيد سايمون أمانييل أصحاب المواشي لتطعيم مواشيهم ومتابعة أوضاعها الصحية.
الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت الصين أنها ستلقي الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها على النبيذ الأسترالي في وقت تشهد العلاقات التجارية بين البلدين تحسنا بعد توتر متواصل منذ سنوات، في خطوة دفعت كانبرا إلى إعلان إسقاطها القضية التي أقامتها على بكين في منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن. وفرضت رسوم على صادرات أستراليا الرئيسية مثل النبيذ والشعير ولحم البقر في العام 2020 بعدما أصدرت كانبرا قوانين ضد النفوذ الخارجي منعت بموجبها مجموعة هواوي الصينية من الحصول على عقود مرتبطة بتقنية الجيل الخامس، ودعت إلى إجراء تحقيق في مصدر كوفيد-19. لكن القيود التجارية بدأت تتراجع منذ أن فازت حكومة اليسار الوسط الأسترالية بانتخابات عام 2022 واعتمدت نهجا أقل حدة تجاه الصين. وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان نظرا إلى التغييرات الحاصلة في وضع السوق النبيذ في الصين لم يعد من الضروري الاستمرار في فرض رسوم مكافحة الإقراق والدعم على واردات النبيذ من أستراليا. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 أفراد وكيانين في روسيا والصين والإمارات متهمة إياهم بتحويل أموال إلى برامج الأسلحة الكورية الشمالية، فيما فرضت كوريا الجنوبية عقوبات على 4 أفراد من الأفراد ال6 والكيانين. وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الإجراء تم بالتنسيق بين البلدين، والكيانان اللذان طالتهما العقوبات هما شركة ليس ومقرها فلاديفوستوك في روسيا، وشركة بونيير ستار العقارية ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وجاء هذا الإعلان بعد تدشين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قوة عمل جديدة استهدفت منع كوريا الشمالية من شراء نفط بشكل غير مشروع بعد أن ألقى الجمود في مجلس الأمن بظلال شك على مستقبل العقوبات الدولية على بيونغ يانغ. نددت الأمم المتحدة بإهدار الأغذية في عالم لا يزال فيه الملايين من الناس يعانون من الجوع، إذا كشفت فيه تقارير لها أن مليار وجبة كان مالها سلة القمامة يوميا في مأساة عالمية خلال العام 2022. واصل تقرير مؤشر هدر الأغذية الصادر عن الأمم المتحدة أن أسر وشركات رمت طعاما بقيمة أكثر من تريليون دولار في حين كان قرابة 800 مليون شخص يعانون الجوع. وأضاف أن أكثر من مليار طن من المواد الغذائية حوالي 5 المنتجات المتاحة في الأسواق أهدرت في العام 2022 معظمها من جانب أسر. وينتج هدر طعام انبعاثات مسببة لارتفاع درجات الحرارة الكوكب أكثر 5 مرات من تلك الناجمة عن قطاع الطيران، ويتطلب تحويل مساحات شاسعة إلى أراضي زراعية لمحاصيل لا تؤكل أبدا. ذكرت السلطات المكسيكية أن عدد الولايات المتضررة جراء الغابات التي دمرت مئات الهكتارات في المكسيك ارتفع إلى 18 ولاية متجاوزة أرقام سابقة. وقالت الوكالة الحكومية المسؤولة عن الحفاظ على الغابات في المكسيك أن 95 حريقا ينشط حاليا في البلاد ويؤثر على 3049 هكتارا، ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. وصول سفينة عسكرية روسية ميناء مصوع. مدرسة ورساي كارلو تقيم نشاطها التعليمي. أنشطة نفير تنموي واسع في عرزة. الصين تلقي الرسوم الجمركية العقابية على النبيذ الأسترالي.
عقوبات أمريكية كوريا الجنوبية على برامج تسليح كوريا الشمالية. مليار وجبة يومية أهدرت في العام 2022 في مأساة إنسانية عبر العالم. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.